قاوم رغباتك لتعيش أطول. في منطقة في الدماغ تدعى anterior mid-cingulate cortex. الآن في كثير من الأبحاث والداتا صارت متوفرة عن هاي المنطقة وارتباط حجمها بالإرادة. فوجدوا إنه هاي المنطقة بتكبر كل ما الإنسان عمل أشياء هو ما بده يعملها ولكن عارف إنها لمصلحته، زي إنه مثلا يروح يتمرن وهو مش جاي عباله، أو إنه يمتنع عن أكلات معينة أو أكل معين لأنه بده يحافظ على صحته أو بده ينزل وزنه. فوجدوا إنه كل ما بتعمل هاي الأشياء حجم هاي المنطقة بيزيد وبيكبر. وجدوا إنه حجمها دائما بيكون صغير عند الناس اللي عندها زيادة في الوزن، وحجمها كبير عند الناس الفت، عند الناس الرياضيين، وكبيرة جدا عند الناس اللي بتتغلب على مصاعب كثير في هاي الحياة وبيتغيروا دائما للأفضل. والملفت إنه وجدوا إنه هاي المنطقة حجمها كبير عند الناس المعمرين واللي بيعيشوا لأعمار كبيرة في العمر. فالعلماء بيتكلموا الآن على هاي المنطقة إنه حجمها مربوط ليس فقط بالإرادة، فكل ما كبر حجمها زادت عنا الإرادة والقدرة على فعل الأشياء، ولكن هي مربوطة بطولة العمر لأنها ترمز للإرادة على العيش. لما بيزيد عندك الإرادة للعيش بيقوى عندك جهاز المناعة وبيقوى جسمك بشكل عام. شو رأيكم؟ وإذا بدكم نساعدكم في سوبر هيومن بنظام غذائي صحي وتمرين، ابعت لنا كلمة سوبر أو شوف اللينك الموجود عندنا في البايو.